أصدقائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من عاصمة الونشريس، عاصمة ربيع الأدب. نحن اليوم بفعاليات هذا الملتقى الذي جمع الريشة التشكيلية بالريشة الأدبية. ماذا عن هذا اللقاء؟ وأقول لك أهلا وسهلا بك ضيفا ينتظرك الكثير من متتبعي محراب التشكيل، محراب الفنون. مساء الخير، مساء البهاءات أستاذي محمد بوكرش. القيمة والقامة الفنية الوطنية التي نعتز بها كثيرا نحن المشتغلون في حقل الثقافة والفن والإبداع الجزائري. حقيقة ربما أنا أختلف على كثير من الشعراء كون صداقاتي مع الفنانين التشكيليين أكثر منها صداقات مع الشعراء، فدائما أحسني في البدء خلقت فنانا تشكيليا، ولكن جاء التعبير بالحرف وبالشعر. وفي هذا الصدد دائما، وخلال فعاليات هذه التظاهرة الأدبية أي ربيع الونشريس التي كانت مناسبة لالتقاء الكلمة بالريشة وباللون، درست رفقة فنان الكبير فكرة كانت تجول بخاطري، ونطمح جميعا يعني رغم أن الفكرة يعني مبدئيا هي لي، ولكن أريد أن أجسدها جماعيا، خاصة أن يكون أستاذنا محمد بوكرش هو المرجع في تجسيد هذه الفكرة بولاية خنشلة إن شاء الله. الفكرة متمثلة أساسا في الجمع بين مجموعة من الشعراء ومجموعة من الفنانين التشكيليين في إقامة أدبية فنية تشكيلية للخروج يعني بمطبوع أدبي فني يزاوج بين القصيدة واللوحة. الفكرة تتمثل أساسا في أن نجمع 20 شاعرا و20 فنانا تشكيليا من المشهد الفني والأدبي الجزائري في إقامة واحدة، بحيث أن نجمع مع كل شاعر بفنان تشكيلي. وتذيل هذه التظاهرة وهذه الإقامة أن ينجز كل فنان من هؤلاء الفنانين المدعوين أن ينجز لوحة فنية، وهذه اللوحة تتم لها قراءة شعرية من الشاعر الذي يختار مع كل فنان. والتظاهرة يعني في مجملها نذيلها بمطبوع أي يعني بكتاب يجمع بين هذين العملين الفنيين. هذه الفكرة مبدئيا، وهي يعني هي فكرة على طاولة نقاش، هي ستثرى مستقبلا وسنسعى إلى تجسيدها بحول الله. فكرة الأستاذ الشاعر رميلي جمال. نعم، أكيد بما أننا قدمناك إلى الجمهور العريض الأدبي والتشكيلي انطلاقا من محراب التشكيل، هذا الاسم معروف جدا، جمال رميلي كشاعر وككاتب الهايكو أيضا. إذن ماذا عن جمال رميلي حتى يكون بيننا وبين المشرق تواصل، بيننا وبين المفكرين والأدباء الأدمغة المهجرة؟ إذن ماذا عن جمال رميلي في الهايكو
وفي تجاربه الأخرى؟ جمال رميلي يعني بكل تواضع هو اسم يعني في المشهد الشعري الجزائري. نعم. يحاول يعني من موقعه كمشتغل في الحقل الأدبي يعني وتحديدا المجال الشعري أن يشغل له حيزا ولو بسيطا في هذا المشهد. ولعل مبدأ جمال رميلي في الكتابة ينطلق من مبدأ الاختلاف. نعم. هو يحاول أن تكون له بصمته الخاصة في الكتابة الشعرية، فهو يفضل أن يقال له الشاعر المختلف على أن يقال له الشاعر الكبير. نعم. لأن البصمة يعني كما أعتقد جميل. هي التي تميز الشاعر. وهذه النظرة يعني أو هذه الفكرة لا تنطبق على الشاعر فقط. نعم. هي نستطيع أن نعممها على جميع الفنون. نعم. وفكرة الهايكو رغم أني يعني لا أجاهر بالكتاب بهذا الفن ولا أدعيه. نعم. يعني تبقى يعني رغم الكم الهائل من النصوص في هذا المجال إلا أنني ما زلت أعتبر نفسي متعلما. لأن أصل هذا الفن يعني ما زال دخيلا على المشهد الفني والمشهد الشعري العربي. نعم. وبهذه المناسبة يعني مناسبة وجودنا في محراب التشكيل لفنان الكبير القيمة والقامة الأستاذ النحات الرسام محمد بوكرش، أساهم بنص شعري أتمنى أن يكون يعني في مستوى ذائقته ومستوى ذائقة جمهور محراب التشكيل. النص بعنوان تغريبة المنافي. جميل. مقام خانه خصب المقال، ومسغبة هنا في فيء بالي، وأبراج بلا فحوى تعالت، وفحوى عافها سر الكمال، وموت دون ما قتل صريح، وأجوبة تلظت في السؤال. جميل. وأفراح تناءت عن مدار، فأمسى مشتهاها في احتمال، وجرح موغل في عمق صمت، وليس تقوله مزق بقال. هي الأوطان حين تصير منفى، هو الشغف المدارى للمحال. هي الكلمات إذ تبدي جمالا لنا، فيخونها معنى الجمال. هو القصد الذي فينا تسامى، وإن جارت هنا سبل المعالي. كذلك حينما نسمو بحلم، فندرك كم بدونا كانتحال، وكم أبقى بنا رمق التمني شذا وكأنه محض افتعال. وكم في المستحيل لنا مرايا تحاكي توقنا لذر العوالي، وكم في كرنا فرت صروف، وكم ببدورنا لاذت ليالي. نسير وموتنا للخطو ممشى، ومسعانا بأقبية الجدال. نروض مشتهى المقصود عمرا، وإن بدت النوازل لا نبالي. نحاول في التحدث رسم فعل، ونشقى في مقارعة الفعال. نرقرق مجتبى البوح المندى، وصهد الحرف في ماء زلال. كأن جراحنا تندى بنزف، كأن حريقنا مدد اشتعال. كأن مباهج الأرواح تنأى، وتتركنا حيارى في اعتزال. فلا أعراس تلهمنا اصطبارا، ولا أفياء إلا في خيالي. فما نشتاق كان لنا التجلي، وكان لبوحنا لغة الوصال. فكم للمشتهى ضجت منانا، وتاق لعهده ورد النوالي. وكم ذا نبتغي ومضا لرفض، وكم نشتاق غربلة لحالي.
جميل. باركت. شكرا. شكرا صديقي، سعدت بهذا اللقاء، على أمل اللقاء بكم في فرصة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باركت. شكرا جزيلا. يعطيك الصحة.